السلام عليكم. احنا السبب يا جماعة ان ولادنا يخرجوا ياكلوا بره، عشان كل ما يجوا يطلبوا مننا عظمة زي العظمة اللي قدامكم دي نقول لهم لا اصلها مكلفة، او نقول لهم كلوها بره احسن احنا ما بنعرفش نعملها. تعالوا اقول لكم. الاول انا جبت نص كيلو لحمة، انا عايزة اقول لكم ان نص كيلو اللحمة ده هيطلع لي 17 صباع كفتة. استنوا بس. حطيت عليه 100 جرام من الدهن ده دهن بوش مش دوش يا جماعة، بوش. وعليهم معلقتين من البقسماط الناعم عشان يبقى عامل ربط يعني كده، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة ملح بس مش كبيرة يعني، وبيضة علشان تبقى مع البقسماط برضو عامل ربط. واعجنوا بقى يا جماعة كأنها حتة عجينة في ايديكوا كده، اعجنوا كتير جدا مش اقل من 3 4 دقايق لحد ما تكون زي خيوط كده رفيعة هتشوفوها بعينيكوا. انتوا اول ما هتكون الخيوط دي هتعرفوا ان كده خلاص. بعد بقى ما عجنتها كويس قوي، جبت طبق فيه شوية زيت صغيرين. ليه بقى؟ علشان انا عايزة ابل ايدي او امسح ايدي بشوية زيت قبل ما امسك حتة الكفتة. ليه برضو؟ علشان خاطر تبقى ملساء خالص، يعني مش عايزة يبقى فيها كده فجوات او طالعة ونازلة يعني مخرفشة كده زي ما بيقولوا. عايزاها تبقى كده كلها سوا واحد، بيبقى شكلها بصراحة أحلى شوية. المهم بقى جبت أول حتة لحمة وحطيتها في إيدي كده وحبيت أعملها زي البرجر مدورة، بس حسيت إنها تبقى تقليدية يا جماعة. أنا عايزة أعمل فيها شكل شوية كده، فرحت عاملاها بيضاوية. قال يعني إيه ببتكر؟ بس من غير ما تضحكوا عليا. المهم عايزة أقول لكم معلومة مهمة جدا، أنا ما حطيتش هنا بهارات خالص تقريبا غير شوية فلفل مع شوية الملح. ليه؟ لأن السر ده بقى بصراحة عرفته من واحد حاتي زمان قوي كده، كان تقريبا في الحسين. بقول له هي اشمعنى الكفته بتاعتكم بتبقى طعمها احلى كتير من اللي بنعملها في البيت؟ قال لي عشان انتوا بتحطوا عليها بهارات وحاجات كتيره قوي بتضيع طعم اللحمه اصلا. هو ما بيحطش اكتر من الفلفل الاسود وشويه ملح، وبيقول لي ساعات كمان لما تكون اللحمه طازه وكمان التربيه بتاعه العجل او الخروف على ايدينا بتبقى من غير فلفل اسود، ما بيبقاش فيها اي ريحه زفاره. المهم يعني انا بعمل زيه من ساعتها بالنصيحه دي، اي كفته بعملها من اي نوع بحط عليها شويه فلفل اسود بس. بعد كده بقى انا صبعت خلاص اللحمه تقريبا. عايزه اقول لكم النص كيلو ده هنعده مع بعض هيطلع 17 صباع كفته. بصوا عدوا معايا، عدوا قبل الصوره ما تخلص، هتلاقوا 17 صباع كفته. خلاص خلصتهم كلهم تقريبا. هحطهم بقى في الفريزر حوالي 10 دقايق او في التلاجة نص ساعه بس يتشمعوا ويمسكوا في بعض قبل ما نبدا نشويهم. بعد كده بقى هجيب طاسة وعلى نار عالية أحط يا قطعة زبدة يا حتة سمنة يا زيت زيتون، أي حاجة من التلاتة دول. التلاتة دول هم اللي صحيين، وكل دكتور بيقول إن في حاجة صحية عن حاجة التانية. المهم إن أنا بستعمل التلاتة يعني، أي حاجة بتبقى موجودة من التلاتة دول بجيبهم. بس أهم حاجة ما يكونش يا جماعة اللي هي الحاجات المهدرجة وكده عشان صحتنا بس. المهم بقى أول ما الزيت سخن، زيت الزيتون، رحت حاطة فيه الكفتة، وما حركتش الكفتة خالص إلا لما هزيت الطاسة كده وحسيت إن هي بتتحرك خلاص يبقى هي كده ثابت من الطاسة. المهم إن أنا هنا بشويها. خلي بالكوا انا عاملاها رفيعه فبتستوي بسرعه جدا. هشيلها واحط برضو اللي بعديها لحد ما اخلص بقى شوي كل الكفته اللي عندي. بس هتجيلي بقى واحده جميله كده في التعليقات تقول لي شوي ايه انت بتقليها في الزيت؟ لا انا ما بقليهاش في الزيت، معلقتين الزيت دول بس علشان الكفته ما تمسكش في الطاسه مش اكتر. خلصتهم خلاص كلهم وهشيلهم بقى. وفي هنا بصراحه حركه دايما بعملها بس النهارده بقى قلت مش هشيلها من المونتاج. ايه بقى؟ ان انا بعد ما هشيل الكفته دي وانا عايزه استخدم نفس الطاسه هعمل ايه؟ هجيب معلقه دقيق واحطها في الطاسه واقلبها كويس قوي. الدقيق هيتشرب كل السوائل اللي موجوده في الطاسه، وبعد كده هرمي الدقيق وكده مش هضطر ان انا اغسلها، لان لو غسلتها وهي فيها طبقه غير لاصقه دي طبعا هتبوظ خالص. لازم تبرد خالص، وعلشان تبرد خالص فالاكله كده هقعد فيها ساعه مثلا. شايفين الطاسه نطفت خالص ازاي؟ المهم بقى هجيب معلقتين زيت زيتون بقى او اي حاجه زي ما قلت لكم، وبعدين هحط فيه معلقه دقيق. بس هنا بصراحه معلقه الدقيق طلعت كتيره على شويه الزيت اللي حطيتهم، اما جيت قلبتها كده حسيت انها شرقانه شويه فكملت كمان حوالي نص معلقه ولا حاجه. هقلب بقى لحد ما يبدا الدقيق كده بس لونه يفتح شويه، مش هحمره يا جماعه. وطبعا احنا شغالين هنا على نار متوسطه. المهم بقى احط كوبايتين لبن بس شويه بشويه عشان ما يعملش تكتلات. يعني اول ما الدقيق ده يشرب شويه الحليب او اللبن اللي انا حطيتهم هحط الشويه اللي بعديهم والشويه اللي بعديهم. طبعا دي طريقه يعني على قد ايدينا شويه، لكن لو انتوا عايزينها بقى اغنى واحلى وطعمها خرافه ممكن تجيبوا اللي هي كريمه الخفق. بس كريمه الخفق بصراحه بقت غاليه قوي فانا استعوضت عنها بان انا حطيت الحليب ده. وبعد كده احط نص معلقه فلفل اسود ونص معلقه ملح. خلي بالكم من الملح يا جماعه لان احنا حاطين اصلا في الكفته ملح فمش عايزينها تبقى حادقه قوي. هقلب بقى تقليبتين ثلاثه لحد ما تبدا تبقبق كده يعني تبدا في الغليان، وابدا بقى ارص الكفته في قلب البشاميل التقيل اللي انا عاملاه ده. عايزه اقول لكم البشاميل ده بقى ممكن تلعبوا فيها، ممكن تحطوا جبنه كريمي دلوقتي او جبنه موتزاريلا اي حاجه، بس انا ما حطيتش اي حاجه دلوقتي. طبعا الكفته تقريبا مشويه ومستويه وزي الفل، انا بس عايزاها تاخد من طعم البشاميل والبشاميل ياخد من طعمها كده يعني. فهحطها على الناحيه الاولانيه كده حوالي دقيقه. شويه العصاره دول يا جماعه ما تستغنوش عنهم اوعوا، ده البهاريز كلها يعني. المهم حطيتها على الناحيه الاولانيه وعلى طول مفيش دقيقه وقلبتها على الناحيه التانيه على طول، وهي كده مستويه وزي الفل.
بس اسكت؟ لا ما اسكتش. ازاي يعني؟ لازم احط شويه جبن كده والتاتش بتاعي، اي حاجه فيها بشاميل ابيض، صوص ابيض، اي حاجه من الحاجات دي لازم احط شويه الجبن اللي انا بعشقها. هو ما كانش عندي غير شويه موتزاريلا وكانوا حلوين جدا، خلوا الوش تحفه. انا ما قلتلكوش الوش ده اتحمر ازاي؟ انا حطيتها في الفرن تحت الشوايه دقيقه واحده بس، حمرت يا دوب الجبنه من فوق وطالعه زي ما انتم شايفينها كده، مش قادره اقول لكم طعمها حلو قوي. وشايفين البشاميل ده انا بقى عملت شويه رز بالشعريه كده وحطيتهم عليه، حاجه كده وهم. اكل مطاعم ده بقى ولا مش اكل مطاعم؟ وشايفين من جوه مستويه قد ايه؟ تحفه. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ابعتوها لكل حبايبكم بقى علشان الكل يستفاد ويعملها. بنص كيلو لحمه تعملوا وجبه تكفي 4 أو 5 أشخاص كمان. واللي اهم من كل ده بقى زي كل فيديو ان احنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في التعليقات، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد اكبر حسنات ممكنه. والف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.